مستقبل العلاقات الجزائرية المغربية مع ضيفي عبر الهاتف من باريس السيد مصطفى الطوسة الإعلامي والمحلل السياسي من باريس. أهلا بكم. صباح الخير. صباحكم سعيد سيد مصطفى الطوسة. إذن كنا نتحدث عن مستقبل العلاقات الجزائرية المغربية وكيف سترمي بظلالها على الاتحاد المغاربي، خصوصا أنه في خلال ربما هذا الأسبوع شهدنا ربما تبادل برقيات بين رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة وأيضا ملك المغرب محمد السادس فيما يخص ربما هذه توحي إلى عودة العلاقات. هل يمكن أن نشهد عودة العلاقات بين البلدين؟ نعم، في الأيام الأخيرة أو الأسابيع الأخيرة لاحظ المراقبون عدة مؤشرات إيجابية صدرت سواء من الجزائر أو الرباط توحي بأن البلدين يستعدان لفتح صفحة جديدة. فربما تولدت بمناسبة هذه الذكرى، ذكرى الاتحاد، بناء الاتحاد المغاربي، تولدت قناعة بأن البلدين يجب أن يفتح صفحة جديدة تمر عبر إمكانية فتح الحدود بينهما. والكل لاحظ عندما قرأ التلفزيون الجزائري برقية وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى جلالة الملك محمد السادس وذكره فيها بضرورة بناء هذا الصرح المغاربي المشترك. يعني صراحة هل هذا يعني بأن البلدان يعني يستطيعان سيكون في وسعهما تجاوز الخلافات حول قضية الصحراء؟ فالمعروف بأن الجزائر تاريخيا كانت تساند الانفصاليين في الصحراء، بينما المغرب يقترح الحكم الذاتي، قضية الحكم الذاتي. وقد صدرت أيضا مؤخرا مؤشرات من وزارة الخارجية الجزائرية تقول بأن الجزائر حاليا لا تعارض فكرة الحكم الذاتي بقدر ما أنها تريد أن تفتح صفحة جديدة. فكل هذه المؤشرات يعني لا شك أن الرأي العام الجزائري، الشعبي الجزائري والرأي العام المغربي يعني يتابعانها بارتياح، لأنها لكن مواقف البلدين ربما في خصوص القضية الصحراوية وغيرها من القضايا ربما في لكل بلد شروطه. نتحدث ربما عن مستقبل عودة العلاقات بين البلدين الشقيقين وكيف سينمي بظلاله على الاتحاد المغاربي في ظل الأزمات التي تعيشها المنطقة. نعم، لكن يعني لنكون واقعيين وصريحين، أن لا يمكن للجزائر والمغرب أن تكون بينهما علاقات دبلوماسية طبيعية إذا لم يتجاوزا خلافهما حول الصحراء. أكيد. وهذا والمعطى الجديد هذه المؤشرات الإيجابية التي تصدر من العاصمتين، هل تؤكد إلى أن شيئا ما يطبخ له في أروقة الدبلوماسية في محور الرباط الجزائر حاليا؟ هل هناك يعني تحلحل نحو القبول بقضية الحكم الذاتي؟ هل هناك تغيير؟ لأن المغرب قالها صراحة، المغرب قال أنا مستعد أن أمنح الصحراويين المغاربة الحكم الذاتي، كل الحكم الذاتي، لا شيء غير الحكم الذاتي. هل هذا يعني هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد بأن الجزائر أصبحت أيضا هي من بين مساندي هذا الصرح، وأنها تنخرط وستجعل دبلوماسيتها تنخرط في هذا الصرح؟ هذا هو الذي يمكن أن يؤثر على العلاقات. إذا تم التوصل إلى اتفاق بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء فكل الآفاق مفتوحة، بما في ذلك بناء الوحدة المغاربية، بما في ذلك فتح الحدود، بما في ذلك إنشاء يعني تجمع اقتصادي سياسي محلي تكون له قوة، بما في ذلك الحرب على الإرهاب التي أصبحت تهدد أمن واستقرار المنطقة بكاملها. فالعقبة الوحيدة التي تطرح حاليا تقف يعني بوضوح امام هذا التطور التاريخي المطلوب شعبيا من المغرب والجزائر هو قضيه الصحراء. فالكل يتمنى ان تكون يعني ان تكون الجزائر غيرت موقفها ويعني اصبحت اكثر واقعيه. وفي مقابل نعم سيد مصطفى الطوسة، في مقابل هذا الجزائر لديها 3 شروط، هل توافق المغرب على شروط الجزائر مقابل فتح الحدود؟ يعني هو الشروط، يعني كان هناك اتهام صراحة. المغاربة يعني بين قوسين يستهزئون منه، اتهام بأن المغرب يعني يفتح أن يريد أن يفتح حدوده لأن هناك ما يسمى بتجارة المخدرات التي تهدد
امن واستقرار الجزائر، وان المغرب يغض الطرف عن هذه التجاره، فهذا كلام يعني شعبوي لا اساس له. المغرب يعني يحارب الجريمه المنظمه، المغرب يحارب تجاره المخدرات، والمغرب يحارب المافيات ويحارب كل ما يمكن ان يضر باستقرار المنطقه. فعندما تتخلى الجزائر عن هذه الاتهامات التي لا اساس لها من الصحه، يمكن ان يباشر يعني نعم سيد مصطفى الطوسة، اذا تقولون بأن اتهامات الجزائر ليس لها اي اساس من الصحه، اذا كان لها اساس من الصحه هل ستوافق المغرب على شروط الجزائر؟ يعني شروط يعني فتح الحدود هو مطلب شعبي مغربي وجزائري، يعني نكون متفقين على هذه القضيه. لماذا الان الجزائر يعني تؤكد على قضيه، فهي كلها هي قضيه المخدرات. يعني صراحه هل يعقل ان هذا الاتهام الموجه الى المغرب منذ سنوات هو اتهام يصمد امام المنطق؟ المغرب دولة ذات سيادة، يعني همها الوحيد هو حماية ترابها، حماية أمنها، حماية استقرارها. لا يمكن أن يقبل هذا هو نفس موقف الجزائر، حماية أرضها وحماية ترابها وحماية شعبها. ولكن هناك أوساط تستعمل هذه الاتهامات لكي تهرب من مسؤوليتها وتقول وتريد أن تقنع وتريد أن تبرر الموقف الرافض بالإبقاء على إغلاق الحدود. يعني عندما ننظر الى عندما انا اعتقد ان هناك نضوج داخل المؤسسه السياسيه والمنظومه السياسيه الجزائريه، هناك واقعيه يعيشها حاليا الجزائر. الرئيس عبد العزيز بوتفليقه يعني بعث بعده رسائل مفادها بان يجب صفحه جديده، وعلى المسؤولين المغاربه والجزائريين ان يترجموا هذه الاراده السياسيه التي عبر عنها بوتفليقه على امر الواقع. نعم، وهذا ما نتمنى أيضا. سيد مصطفى الطوسة الإعلامي والمحلل السياسي، كنت ضيفي عبر الهاتف من باريس، شكرا جزيلا لكم. نعود إلى شأن الليبي، وفي موقف يؤكد عزم الدول الغربية تنفيذها لتدخلها العسكري في ليبيا، دعت ممثلة الاتحاد الأوروبي